انا هقول وجهة نظري في الموضوع ده وهوضحها بكل سهولة وبكل بساطة. في ناس بترسم الوشم بحيث ان هي بتتمنظر او ان هو يخلي شكلها حلو او كده يعني. اولا من ناحية شكليا انا مش بشوف شكلها حلو خالص، يعني انا شايف شكلك بيبقى بالعكس وحش. يعني انا بشوف مثلا في فيديوهات على النت كده بتلاقي الرسومات الوشومة بيبقى على كل جسمك ومعرفش، حتى ممكن كانت رسمة واحدة بيبقى شكلها مش ظريف خالص. يعني ده رقم واحد. رقم اتنين، لو هنمشيها دينيا ربنا بيلعن الواشم والواشمة. كونك ان انت تغير في خلقة ربنا، ان ربنا مثلا خلق لنا الجلد الطبيعي اللي هو ده، احط رسمة عليه او كده، يبقى انا كده مش عاجبني خلقة ربنا هيلعني او يعني هتبقى ملعونة عند ربنا. يعني انا مثلا واحد من الناس عايز لما اجي اموت مثلا يعني ما بقاش واخد ذنب معايا زي ما بيقولوا يعني. فانا دلوقتي مثلا في حاجه زي كده انا ذنبي لازق فيا، حتى مش هتعرف تتكلم او هتيجي مثلا ربنا يسالك انت رسمت كده ليه، هتقول ايه يعني؟ ما انتش مش هتلاقي حاجه تقولها اصلا يعني. تمام، فاهم ان دي من الناحيه الدينيه. ومن الناحيه النفسيه مش ظريفه. اي نعم انا عارف ان كل واحد حر، احنا ما ملناش نتدخل في حياه الناس، ولكن هيجي لك انتقادات من اللي يسوى ولا ما يسواش يعني. سواء كان يسوى او ما يسواش هينتقدك. تمام. فانا شايف الوشم مش حاجه حلوه يعني، حتى ليك يا اخي مش ظريف يعني. ما بستلطفوش والله يا جماعه يعني. انا كمحمد علاء ما بستلطفش الوشم ده نهائي يعني. بس انا طلعت بس اتكلم معاكم في الموضوع ده. طبعا الكلام ده للبنات، طبعا البنات عادة ترسم حنة يعني عشان بس ما حدش يجي يحور لها يعني وكده. الحنة حلال يعني. بس ده للبنات فقط يعني، فاهم؟ عشان بس ما تروحش ترسم حنة وتيجي تقول لها محمد انت قلت لي. آه، المهم ده كان فيديو النهارده. يا ريت لو الحلقة عجبتكم تنسوش تروحوا تحطوا لايك. السلام عليكم.